السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقونا، انا بنطلب استغاثة، الحقونا بالله عليكم. ابن صاحب البيت عمال بيتهجم علينا، يتهجم عليا ومهدني هو وواحد اسمه شحات ابو كف، ودلوقتي عوروا شاب في الجامعة معانا في البيت، كل يوم واحد بيقع. الحقونا بالله عليكم، تلحقونا. احنا بننزل الوزير، تلحقنا، احنا في استغاثة بالله عليكم تلحقونا. الدنيا خربانه وشقانا متكسره وبيهددنا، هيدمر لنا حياتنا وهيضيع لنا اولادنا، احنا مش عارفين نعيش. الحقونا يا ناس، مش قادره اتكلم. كل يوم شاب بيضيع، كل يوم الدنيا بتضرب عرب عليك. العوينة كل يوم شاب بيضيع، كل يوم عيالنا بتقع. انقذونا، الحقونا بالله عليكم، بالله عليكم. بنناشد وزير الداخلية، بالله عليكم، مش قادرة، احنا كده مش قادرة. بداية الاستغاثة بتستغيث، ولكن كلمينا كده يعني عن الامر، ايه اللي بيحصل معاكم يعني هنا؟ ايه صاحب المشكلة؟ صاحب المشكلة اللي حصل امبارح، خد يا شريف. اللي حصل ان من ساعه ما خرج لما جت الحكومه خدته، خرج. ده يعني صاحب العقار، ابن صاحب العقار. ابن صاحب العقار. حسبنا الله ونعم الوكيل في محمود بن عبد الملك، حسبنا الله ونعم الوكيل في محمود بن عبد الملك وشحات ابو كف. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي ساعدهم ان هم ياخدوا البيت ب 450,000 جنيه عشان يبيعوا ب5 مليون جنيه. شغل بلطجه، والشغل مش احنا لوحدنا. روحوا بيت الريس وسالوه، بعتوا لهم عشان يحلوا مشكله ناس في رمضان. قال لهم انا ماليش كبير، انا ماليش كبير، ودول بتوع مخدرات. باذنك بس احنا حابين نحكي الواقعه وتفاصيلها دون الدخول يعني في اي او تطرق لاي اسماء، سواء كان يعني اسم ابن صاحب العقار او غيره. متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحه، اهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم انا محمد صقر، محرر الصحفي. طبعا احنا هنا متواجدين مع حضراتكم في قصه جديده، واقعه مأساويه جديده زي ما ظهر امامكم خلال البث المباشر. معانا هنا يعني السيده اللي بتستغيث يعني بمنتهى القوه هنا من داخل يعني منطقه ابو رياد دكور التباري محافظه الجيزه. القصه يعني بدات بعقار يعني بيسكن فيه عدد كبير من الجيران. زي ما حضراتكم شايفين احنا معانا يعني السيده المكرومه، وعلى الجانب الاخر عدد اخر من الجيران والمحاوطين من داخل نفس العقار المقام من اكثر من طابق. يعني هم واخدين يعني كل جار وكل ساكن واخد بيت بايجار قديم، لان هنا يعني ابن صاحب العقار حابب يعدل في القانون والعقود من ايجار من ايجار قديم الى ايجار حديث، وبيهددهم بالطرد من المنازل. ثانية واحدة، هو أصلا بيكتب البيوت ديت باسم أهله مش باسمه، عشان هو مسجل خطر ومعروف إن هو بتاع مخدرات. يعني هو كل حاجة باسمه، بيعملها بعد ابتدائي، ما بيسجلهاش، ومش أول مرة. خلي الحكومة تنزل وتسأل وتشوف مين هو. احنا برضه حابين نتكلم يعني ان ابن صاحب العقار على حد كلامك ابن صاحب العقار يعني بيتاجر في المواد المخدره، وبيمارس هنا جميع انواع العنف والبلطجه على الجيران، على السكان. مش مجرد يعني الحاجه رضا فقط اللي بنتكلم معاها، لان في اخرين يعني من الجيران والمحاوطين كان بيمارس معاهم نفس الممارسات ونفس اعمال العنف والبلطجه. يعني هنا لمزيد من التفاصيل هنحاول نكمل يعني مع اخرين. هنا معانا يعني ممكن نتعرف بيك في البدايه. معانا استاذ شريف هنا ضمن السكان المقيمين في داخل العقار، وايضا مهدد بالطرد في اي لحظه. خلينا كمان نوضح لحضراتكم ان الابن يعني تعرض للاعتداء الجسيم من نفس الشخص، هو ابن صاحب العقار، وحاليا بيعاني من اضرار جسيمه واصابات من الدرجه الاولى. اعزائك بس ممكن نقعد هنا في مكان فيه اضاءه.
انا مش قادره اقوم، مش قادره اقوم يا جدعان، انا مش قادره، انا تعبانه من امبارح في مرار، من امبارح في مرار، انقذونا الحقونا، احنا من امبارح في مرار يا جدعان، الحقونا الحقونا يا ناس، مش قادره مش قادره. طيب يعني هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين الاستمارات العاطفيه حاجه صعبه جدا، استغاثه قويه، استغاثه شديده اللهجه من عدد كبير من السكان اللي بيحصل معاهم، بيتعرضوا للعنف كل يوم. ابن صاحب العقار يعني بشكل لا يمت للعدل، لا يمت للقانون باي صله، بيحاول ان هو يعني يطردهم من المنزل بكل اعمال البلطجه، سواء كان من داخل المنزل اعتداءات واقتحامات واتلاف كالون لاكثر من شقه سكنيه، بالاضافه الى بقى يعني البلطجيه اللي بيأجرهم بحكم الاتجار في المواد المخدره داخل الشقق السكنيه، كمان بينتظرهم في الشارع. يعني احنا كنا بنعمل اننا نكمل مع الحاجه رضا، ولكن الظروف خارجه عن ارادتنا، الحاجه رضا يعني مش قادره تتكلم، حاجه من الانفعال الحقيقه، ربنا يصبرها يا رب. نكمل بقى معاك، قول لنا كده حقيقه ما تتعرضوا اليه، حابين نفهم الجمهور يعني انتوا هنا من قرب بولايه دكرور او احدى عقارات بولايه دكرور بتتعرضوا لايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا ساكنين هنا، اللي بقاله 25 سنه، اللي بقاله 26 سنه في العقار. احنا في مرار من 1/3، من شهر 3 اللي فات، من ساعه ما اشتراه محمود تقاوي، الشهير بمحمود تقاوي، محمود عبد المالك. هو بيكتب الحاجه باسمه، يا باسم اخته، يا باسم ابوه، يا باسم احد من اخواته، لان هو تاجر مخدرات ومسجل. من ساعه ما اشتراه، من اول يوم ما اشترى العماره، وهو طلع عمال يهدد فينا، ومسك شقه لغايه دلوقتي 3 شقق اتهججوا، الناس اترعبت من اللي هو بيعمله، زي اللي بيعمله مع الست ام محمد، عملوا معايا الحاجه رضا، يعني الحاجه رضا عملوا برضو معايا، يعني زي ما عمل مع ال3 شقق ومشاهم. كمان كنت وضحت لكم بس مباشر معلومه خطيره جدا، ان ابن صاحب العقار على الرغم انه بيمارس اعمال البلطجه على الجميع، الا انه كمان بيختار يعني اضعف الحالات. بالظبط كده. بمعنى ايه؟ ان الحاجه رضا حالتها الان هي سيده ارمله بتعول اسره ولديها ابن وحيد، وابنه ولد وبنت، فبيستخدم الحاجه رضا كانها يعني ضحيه نظرا لعدم وجود الزوج. بالظبط. زي ما هو استلم ال3 شقق قبل كده، واحد هنرجعك تاني، يعني احنا حابين نسمع منك. استلم ال3 شقق واحد لغايه لما مشيوا بالتهديد وبالضرب وبنفس اللي بيعملوا معانا، بيسلط ناس يطلعوا يتهجموا علينا. جه امبارح طلع بالليل كسر الاطباق الدش اللي على السطح لما شفناه، فبقول له يعني حتى وسائل الترفيه ما سمعش في حاجه. لا هو حتى الدش والتلفزيون ما فيش. هو احنا لسه كنا عاملين له محضر وكان محجوز. اول ما خرج جت الشرطه خدته، خرج تاني يوم اول ما خرج وقف في الشارع هنا يهددنا ويشتمنا. قعد يشتم بألفاظ بذيئة ويهددنا في الشارع. لسه امبارح الكلام ده، هو لسه خارج بقاله 3 ايام، لسه امبارح طلع فوق السطح قام مكسر الاطباق الدش اللي فوق كلها وشد سلوك، بوظ الاطباق كلها. لما لقينا الارسال اتقطع بنبص لقيناه نازل من فوق. انت بتعمل ايه؟ قال لك ما بعملش حاجه، ده بيتي، اعمل لها في اللي انا عايز اعمله. بنبص على الاطباق لقيناها متكسره، معظمها متكسر والباقي مشدود السلوك. احنا هنعمل محضر، قال طب فرجوني بقى، وريني هتعملوا محضر ازاي، ولا وريني انتوا هتعملوا ايه. يعني انت كمان كنت وضحت لنا ان في مره تم التواصل مع شرطه النجده، وبالفعل قبل كده اتاخد جهود امنيه مكثفه تم القبض عليه بالظبط، ولكن خرج تاني يوم من النيابه. ما اعرفش بقى هو خرج على اساس ايه. ومعانا المحاضر ومعانا كل حاجه. وده مش اول محضر احنا نعمله، ده كان تاني محضر. احنا بس مش حابين نعاقب على الاحكام الامنيه، احنا بنوضح ماشي انه تم القبض عليه ومن ثم اخلاء سبيله في لا هو الفكره ان هو مش همه حد. هو لما بيتكلم بيقول لك انا بعمل اللي انا عايزه.
بمعنى صح بيقول لك انا شاري الاسم. مش كبير اضيع بناتكم، اضيع حريمكم، اضيع شبابكم. هو بيقولها كده علني، بيقول بفلوس انا اعمل اي حاجه، انا ماليش كبير، اضيع بناتكم، اضيع حريمكم، اضيع شبابكم، اضيعكم كلكم. انا بقول لكم انا مهزيه بستغيث بسياده رئيس الوزراء، وبستغيث بالدنيا كلها، تلحقونا، انتوا تلحقونا. انا من يا حاج رضا بعد اذنك احنا بس حابين نقتصر الاستغاثه بتاعتنا على الجهات الامنيه المختصه هنا في منطقه ولايه دكرور، ويعني وزاره الداخليه بشكل عام، بعيدا عن اي يعني اسماء اخرى تم الزج بيها. طب احنا ممكن نكمل معاكي، احنا بس على الاقل حابين نسمع منك حقيقه الرذيله اللي بتعرضي ليه، يعني هو عمل معاك ايه بالظبط؟ ممكن نعرف؟ امسكي المايك بعد اذنك. اي حاجه بيعملها من داخل البيت، اي حاجه بيعملها من داخل البيت، بيقفل علينا الباب الحديد ويطلع يشتم ويضرب ويبهدل فينا. احنا مش عارفين، انا مش قادره اتكلم، تعبانه. انا بقول لك بيقفل الباب الحديد، وهو وسعد ابو جبيد هيهجموا علينا. هو ايه اللي ما قلتش اسماء؟ انا بقول ابن سعد. ايوه، ما الاخر مش قادره مش قادره. طيب وفعلا سبق واعتدى عليكي داخل المنزل مره من المرات؟ ايوه والدنيا كلها تشهد، ايوه والدنيا كلها تشهد. ومره اعتدى عليكي في الشارع؟ أيوة. بيتي شقتي كلها متكسره والباب متدغدغ تحت، تعالوا اتفرجوا، تعالوا شوفوا. مش قادره. يعني طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا احنا بنحاول بقدر الامكان نترك الامر والشأن لاصحاب العقار، هم اللي يتكلموا مع حضراتكم وهم اللي يفهموكم طبيعه الاستغاثه. يعني المشهد الصوره نفسها بألف كلمه، يعني اكيد المشاعر وصلت لعدد كبير من المتابعين، وحقيقه الاستغاثه اللي هم طبعا بيها بيناشدوا الجهات الامنيه المختصه، خاصه بعد يعني اخلاء سبيل صاحب العقار البلطجي. يعني طيب احنا برضو هنا حابين نكمل مع حضرتك. في البدايه عرفينا بنفسك وكلمينا عن كم الضرر اللي بتعرضي ليه يعني على غرار الحاجه رضا واستاذ شريف وغيرهم. يعني هو حضرتك انا طبعا انا عايده حسين، وقلت لحضرتك كده انا موظفه في هيئه نظافه تبع محافظه الجيزه. هو دلوقتي حضرتك مبهدلنا وبيهددنا، وقلناها في النيابه، قلنا ان هو قال هكسر لكم الغاز، هضرب لكم صوره الغاز، وهكسر لكم الموتور. امبارح بعد ما طبعا كسر لنا الدشاهات وعرف ان احنا هنبلغ النيابه، طبعا فجاه لقينا الباب بيخبط، فعند جارنا اللي هو شريف كمال ابنه بيفتح الباب، لقينا اللي دب الواد متعور واخد 4 غرز ومعانا تقرير. ايوه ابنه اتعور واخد 4 غرز. انا جوزي نفس النظام، اخد في صدره كام. الامر كمان اصبح داخل البيوت، هو اتهجم، هو امس واعتدى على ابنك يعني، وابنك حاليا مصاب ولا يعني. واحنا عيالنا كلها ابنه طالب في كليه حقوق، احنا كلنا عيالنا طلبه، احنا عيالنا مش جهله، مش زيه، مش شكله. فهو عشان كده بيبهدل فينا، لان محدش بيقدر زيه الفاظه ولا كلامه. كل عيالنا الحمد لله، واحنا قلنا لهم كده، وهو بيهددنا بيهم بنات وشباب. وعندنا الولد هتشوفوا دلوقتي اخد 4 غرز ومعانا تقرير من القصر العيني. امبارح بهدلنا، احنا لحد الساعه 4 بهدله وتهجم وقله ادب، وكل واحد فينا فيه حاجه. انا ابني برضه وشه متعلم، يعني هو مبهدلنا ومفيش حد مالوش كبير زي ما بيقولوا، وبيقول الاسم ده بتاعه. طب احنا يعني اكيد طبعا ده كلام من ده كلام، وما احنا قلنا حضرتك هناك في المحضر نفس الكلام. تاجر مخدرات، فاكيد يعني الكلام مش هيكون كلام واقعي او بيمت الواقع بصله يعني. طب اللي احنا شايفينه ده ايه حضرتك؟ ما هو اللي احنا شايفينه ده بيقول ايه بقى؟ اما بيدخل ويخرج. لما تسأل محدش بيجي، ما احنا نتكلم بصراحه، لما تسأل محدش بيسأل فينا ومحدش يجي. نعمل ايه احنا بقى؟ نستنى لما يموتونا وبعد كده هم يجوا؟ في الاخير هم يعني تم يعني احنا دلوقتي ماشي. طب وامبارح لما نتصل بالحكومه ما تجيش، مستنيين بقى لما احنا نموت ولا عيل شاب يموت زي كده وبعد كده هم يجوا؟ ما احنا عايزين نعرف احنا بالظبط عايشين فين احنا بقى.
يعني احنا دلوقتي عايزين نعرف احنا عايشين فين الامن بقى والامان اللي احنا بنقول عليه. برضه حابين ناكد تاني خلال بس باشا السلبي رئيس القريه وزير الامور ان ابن صاحب العقار حابب يعني يمشيكوا او يحاول. هو احنا واخدين الشقه دي من 25 سنه على الطوب الاحمر. واخدينها ايجار قديم، هو رافض فكره الايجار القديم ويعني هو اول ما اشترى العماره هو ده بص يا باشا ده شغلته. هو بيشتري العماير كده ماشي السكان ويرهبهم ويبيعها زي ما هي كده. يعني ايا كان سواء ايجار قديم او حديث هو في الاخير عايز يمشيكوا ويبيع اي عماره هو بيشتريها هنا كده بلطجه كده. هو بيشتريها كده بلطجه. هتمشي بالذوق هيطلع هنعمل بقى هيرازيك بقى. تيجي تقول له حكومه يقول لك انا بضرب حريم. يعني يقول لك انا بضرب حريم. طب يبقى مفيش حكومه؟ يقول لك حكومه ايه؟ حكومه ايه؟ انا حريف في ضرب الحريم ما بسيبش اثر. قالها لنا كده انا حريف في ضرب الحريم ما بسيبش اثر. بيقول لي ده انا لسه هشخلعك. قالها لي كده فين الامن والامان؟ فين الحكومه؟ انا عايزه بستغيث حد يلحقنا ويلحق شبابنا وبناتنا. بعد اذنكم حد ينزل يتحرك. قال انا بضرب الحريم بحرفنه. انا مش قادره اتكلم. يعني انا طبعا مبسوط جدا. دي كانت يعني اخر التفاصيل اللي حابين نوضحها لحضراتكم في رأي اخر جديد. كان معكم انا محمد صقر، موقع بصراحه الاخباري. دمتم في امان الله وحفظ.